في حاجات هي تايهة عن دماغنا واحنا مش واخدين بالنا منها، وهي اللي بتسبب لنا الأمراض. طب والحاجات دي ايه سببها؟ طبعا سببها ان احنا أهملنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي علمنا فيها ايه هي الأسباب اللي ممكن تصيبنا بالأمراض. ومن الحديث اللي علمه لنا الرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات كمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومعنى الكلام إن أكتر حاجة ممكن تصيبنا بالأمراض هي إن أنت تملى بطنك للآخر. الرسول علمنا إن بسبب الملي البطن دي هتصيبك أمراض زي مثلا الأملاح، السكر بيزيد عن طريق أكل كتير، أمراض كتيرة ممكن تصيبنا من الأكل. فالمفروض إن احنا ناكل تلت بطننا، ساعتها جسمنا ما يخزنش أمراض أو يصيبه أمراض، لأن هو يدوب الأكل اللي انت هتاكله هو يدوب للمعيشة، مش أكل يضطر ان هو يخزن في جسمك ويسبب لك امراض. ثانيا الرسول قال لنا الثلث للشراب، يعني التلت التاني للبطن كل الشراب، اما التلت الثالث بقى اللي هو لنفسه يعني تتنفس.